السلام عليكم وتحية للجميع. يعني كيوصلوني رسائل بزاف على قبل الرجاء، انتدابات، شنو كاين في الرجاء. لحد الساعة اللي كاين الاجتماعات، يعني رؤية جديدة، تصور جديد للطريقة ديال العمل داخل فريق الرجاء الرياضي. وديما كنقولوا ملي كتكون واحد الفكرة ولا واحد التصور اللي غيعطيها القيمة هي النتائج. بمعنى هادشي اللي دار فريق الرجاء الرياضي، مدير رياضي جديد هو اللي عنده الصلاحية ديال التعاقد وعنده الصلاحية ديال اللاعبين اللي غيمشيو كذا. فكرة مزيانة، ولكن واش غتبلو على ارض الواقع بطريقه صحيحه وتعطينا نتائج ايجابيه؟ هادشي غنشوفوه من خلال الاسماء اللي غيجيو. شفنا مجموعه من اللاعبين اللي مشاو. غنتكلم على الحاله مثلا ديال خفيفي. الكلمه الفصل اللي بغينا نقول ولا السبب الرئيسي ما كانش فلوس، ما كانش نيغوسياسيون بين الرجاء وبين خفيفي وما توصلوش لاتفاق ومن بعد قالوا ليه صافي الله يعاون سيقلب على راسك. لا، ماشي هذا هو الخفيفي. يعني الاتفاق كان غادي 100% كاين الاتفاق، لان الرجاء وصلوا 370 وهو كان طالب تقريبا واحد 380. يعني ما كاينش فرق ديال 100 ميل، ماشي شي مونطون اللي كبير. ولكن هاد الشيء نيغوسياسيون داكشي كانت قبل ما يجي المدير الرياضي. ملي جا المدير الرياضي طلب من الرجاء يحبسوا كلشي حتى يشوف لا ليست ديال المغادرين ويشوف التصور كيفاش غيخدم ويعرف شنو كاين في فريق الرجاء الرياضي. هادشي علاش كانت كدار الاجتماعات باش يتوضع واحد التصور ديال العمل. فكان القرار ديال المدير الرياضي هو انه عدم تجديد الخفيف. علاش؟ بالنسبه ليه هو انه هذاك المونطون الا غيتعطى في اللاعب مثلا بهذاك السيرتاناج ديال 33 ولا 34 ولا كذا. كنتكلم دابا على التصور ديال المدير الرياضي، ما كنقولش انا شنو التصور ديالي ولا الفكره ديالي. اللهم يتعطى بالنسبه ليه في لاعب ولا في مدافع يكون باقي شاب، واخا تمشي تشريه من فرقته مثلا ب 400 مليون وتجيبو وتعطيه مثلا واحد 100 ولا 150 ويلعب معاك واحد 3 سنين، ومن بعد في الرجاء غيديفلوبا غيدير اسم، راك غتبيعو غتستافد منه. هذا هو التصور. تصور في حد ذاته ايجابي مهم، ولكن واش غادي يقدر ينجح في البطوله الوطنيه وفي المغرب و في الرجاء؟ هذاك الشيء اللي غادي نشوفه، لان هذا هو التصور اللي واضع المدير الرياضي حاليا. هو لا كيقلب على دي جون لاعبين صغار يجيو للرجاء ويلعبوا وميم طو تستافد منهم الرجاء في هذاك عمليه ديال اعاده ديال البيع. السؤال هو مثلا انت غتحيد خفيفي، تقدر تحيد اسماء اخرى اللي هما اسماء عندها خبره عندها تجربه. واش غتلقى البديل بهذه المواصفات اللي بغيتي؟ البديل بمعنى تلقى مدافع مثلا شاب قادر انه يلعب فريق الرجاء الرياضي، قادر انه ينافس على البطوله والكاف، وهذا يلعب على 3 ديال الواجهات ويكون رسمي ويعطي اضافه فريق الرجاء الرياضي. واش كاين هاد الاسماء؟ هذا هو السؤال. نقدر حنا كنظرا نقدروا نقول لا راه ما كاينش. بالنسبه ليه هو ربما من خلال يعني الاطلاع ديالو على البطوله ولا على الاسماء ولا هذا ممكن تكون عنده شي تصور لبعض الاسماء. لان شنو اللي غيخلي هذه الفكره تنجح ولا ما تنجحش؟ هو الاسماء اللي غيجيو لفريق الرجاء الرياضي. حيدتي كاليبر قيمه ديال خفيفي وقلتي بان هذا السيد راه فايت مثلا 30، حنا بغينا لاعبين عندهم 20 بين 20 و 24. مزيان، تصور مزيان. كل ما كان عندك لاعبين شباب مزيان، ولكن فينا هما البديل؟ شكون هو هذا البديل؟ تما فين غتبان الشطاره كما كنقولوا، الخبره ديال المدير الرياضي الجديد. لان كل شيء دابا عند المدير الرياضي. راه كاين 4 بين المفاوضات وبين ما هو تقني، كاين 4 ديال الناس. كاين المدرب اللي حط المراكز ديال الخصاص، وكاين المدير الرياضي والطريقه ديال اللعب، وكاين المدير الرياضي اللي خصو يجيب لاعبين في المراكز ديال الخصاص، وكاين جواد زياد اللي تواصل مع اللاعبين في لي نيغوسياسيون كذا، وكاينه الشركه الرياضيه ولا نوى العداوي اللي كتمت الشركه اللي كتخلص. راه 4 ديال الناس داخلين في هذه المساله ديال لي روكريتمون ديال فريق الرجاء الرياضي. يعني كاينه واحد لاسوليه اللي بغينا نقولوا بين ما هو اداري وبين ما هو تقني. فالتصور فريق الرجاء الرياضي اليوم هو راه مازال غيمشيو لاعبين ودي كاليبر من الرجاء مازال غيخرجوا بهذا التصور ديال المدرب ان خص مجموعه من اللاعبين يقدروا يمشيو. كاين اللي في لاطا، كاين اللي في الميليو، كاين اللي مازال غيمشي من لا ديفونس. سميات التصور اللي واضع المدير الرياضي هو ان باغي يجيب لاعبين يكونوا شباب تقدر تستثمر فيهم، تقدر تشريهم في راقيهم ب 400 ب 350، ولكن من بعد غيربح فيهم الرجاء. يعني من بعد 3 سنين ولا كذا يقدر انه يستثمر فيهم ماديا. يعني غيلعبوا غينافسوا على الالقاب، غيضاربوا على لي تيتر، ومن بعد يقدر
فريق الرجاء الرياضي انه يتم هذيك اعاده البيع ولا تجي عروض احترافيه لهاد اللاعبين. كيف ما قلت لكم واش غينجح في هذا التصور على الورق كيف ما كنقولوا، راه تصور مزيان يكونوا عندك لاعبين شباب وعندهم خبره وتجربه وكيمشيو للمنتخبات الوطنيه وكينافسوا على الالقاب، ومن بعد كتجيهم عروض. حيت واحد في 24 ماشي هو واحد في 30. حتى القيمه ديال العرض لهذا اللي باقي صغير، يعني باقي عنده هامش تطور وباقي عنده هامش ديال انه يلعب سنوات. يعني القيمه ديال العرض الاحترافي كتكون ماليا كتكون مهمه، ماشي بحال واحد فايت هذا 30 يقدر يجي عقد يقدر ما يجيش. مي كيبقى التطبيق واش مهم ولا مهم. اما الاسماء عطا الله، راه كاين الزحزوح، كاين ايمن مريد، كاين عطا الله الاسماء اللي مطروحه على الطاوله ديال فريق الرجاء الرياضي. ولكن واش هاد نجاح المفاوضات وشنو الاسماء اللي غتجي باش تعطي الاضافه لفريق الرجاء الرياضي؟ هنا فين كاين المشكل. باقي بزاف ديال الاسماء غادي يغادروا فريق الرجاء الرياضي، نيغوسياسيون فسخ العقد مع مجموعه من اللاعبين، ثم مساله ديال التعويض. اللي ساهل هو فسخ العقد، غتجي غتناقش مع السيد اللعاب، غتفاهم انت وياه، غتفسخ معاه العقد، او لا في اقصى الحالات يقدر يمشي مثلا لليتيج. ولكن اللي مهم هو شكون غيجي يهز التوني ديال الرجاء، شكون اللي غيجي يعطي الاضافه. لان شفنا بزاف ديال الاسماء جاو في الموسم الماضي زيرو اضافه، مبالغ ماليه مهمه، ملي كتجي تشوف الروندمون ما كاينش روندمون، منعدم. راه اللي هزوا الرجاء تقريبا هما اللي كانوا قدام، اللي باقيين بدر رجع عنده خبره وتجربه، والدراري اللي خفيفين واللعابه اللي كانوا قدام. اما اللي جاو راه زيرو اضافه، كلهم تقريبا، ماشي كلهم، مي 90% زيرو اضافه. دونك اللي خصهم يجيو خصهم ما يتعاوش نفس الخطا، يعطيو الاضافه. هنا فين غتبان الخبره ديال المدير الرياضي. تحيه للجميع.